نبدأ بصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا حبايبي، شوكم شو أخباركم؟ أجينا لكم فيديو جديد أتمنى يعجبكم. اليوم راح أشارككم طريقتي بالبرياني بالمتوفر عندي بالبيت. أول ما بلشت فورت ماي، ضفت على الماي زيت وملح وقرنفل دارسين ونجمة كبابي، وأول ما فار ضفت عليه التمن غاسلته ونقعته مسبخا. وهاي أول فورة للتمن، صفيته هيك من هذا اللي صار على الوجه حتى يصير طعم التمن طيب. تعرفون بنات صار طعمه شلون يتوزع بالمناسبات. هنا راح اسوي الحشو. خليت بدي فلفل، وهذا دارسين وكرفس فلفل وبصل. وهاي التمن الفورة الثانية، هسه راح اشوفه اذا مستوي راح اصفيه. غسلت في المصفاة حتى اصفي التمن. هنا رجعت الجدر على النار، على نار هادئة. حطيت التمن وراح اضيف فوق التمن هيل مطحون وزبدة بس. وهاي طلعت فلني توابل حطيته بالبداية. حطيت لي كرفس. هنا ضفت عليه ماجي وهيل، وهذا التمن خليت عليه زبدة وهيل. هاي الزبدة استخدمتها. هاي الدجاجة مشاركتكم فيديو على القناة شوي. شوفوا التمن شلون صاير كل حباية بحباية نثري. كان طعمه شلون يتقدم بالمناسبات كلش طيب. شوفوا الدجاج شلون مستوي، أنا مشاركة هالطريقة وياكم بالقناة، وهاي الطريقة قدمتها لعائلتي.
قدمت لهم الروبة وياها، وزلاتة سويت كرفس وطماطة، حطيت عليه ليمون.